ازيكم عاملين ايه؟ معاكم خلود ولسه نفس السلسله اللي مش عايزه تخلص دي. بس anyway كلها كلام كان مهم بالنسبه لي ان انا اقوله، يعني انا ما اعرفش مهمه بالنسبه لكم ولا لا، بس انا بالنسبه لي شايفه ان هو من الحاجات اللي انا مسؤوليه عليا ان انا اوصلها لكم يعني. فلو بتتابعوني على الانستجرام ما تنسوش اللايك والكومنت والشير، ولو بتتابعوني على اليوتيوب ما تنسوش طبعا على قناه فان ايزي انجلش ما تنسوش اللايك والكومنت والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتتابعوني على الانستجرام. لو اي حد عنده سؤال يا جماعه ابعتوه على الانستجرام، على الدي ام في الانستجرام. طيب النهارده انا هتكلم ازاي اعرف ان انا بقيت فلوينت او بقى الانجليش بتاعي بقى كويس قوي. اوكي طيب زي الاجانب نقدر نقول نيتيف لايك، زي ما قلت مفيش حاجه اسمها نيتيف لان احنا مش نيتيفز. نيتيف ده اللي هم السكان الاصليين بتوع البلد. احنا بقى ازاي نعرف اننا بقينا فلوينت او نيتيف لايك؟ في كذا حاجه تعرفك ان انت بقيت كده. هي حاجات كتير انا هقول لكم اللي انا هفتكره النهارده، لو بعد اكتشفت بعد كده ان انا في حاجه نسيت اقولها هبقى اعملها في فيديو تاني، بس anyway خلونا نقول اللي انا فاكراه. طبعا اولا ان انت لما تيجي تسمع الحاجات البديهيه، يعني اما اجي اسمع فيديو ابقى فاهماه كله، ما مش محتاجه سبتايتلنج، مش محتاجه لغه، اصلا مخي مش مركز مع اللغه. يعني انت اساسا تركيزك كله مع المحتوى مش مع اللغه. بتفرج على فيلم انا مركزه في القصه وفي الاحداث ومش ناسيه اللغه دي، مسقطاها من مخي خالص كاني بتفرج على فيلم عربي. دي اول حاجه. تاني حاجه ان انا ابقى بتكلم كويس، دي بديهيات. انا بقول ان انا ابقى اتكلم فلوينت، اعرف اوصل المعلومه، اعرف اقول انا عايزه اقول ايه وافهم اللي بيتقال لي كله، وما هنكش كتير في النص، ما يبقى اللغه ماشيه سلسه وسهله والدنيا بيس. اوكي طيب الحاجات بقى اللي ممكن تبقوا مش عارفينها قوي من ضمنها ان انا افهم الكالتشر. يعني ايه الكالتشر والكوميدي بتاعه اللغه اللي انا بتعلمها ايا كان بقى؟ الكلام ده يمشي على اي لغه طبعا، بس انا بتكلم على الانجليش عشان ده تخصصي، بس الكلام ده يمشي على اي لغه بتعلمه. بصوا يا جماعه، ساعات واحنا بنتكلم بنحط حاجات من الكالتشر بتاعنا، من ثقافتنا. يعني مثلا نيجي نتكلم في النص نروح حاطين حاجه اللي هو مثلا حاجه ليها علاقه بالافلام مثلا بتاعتنا. اوكي مثلا من اشهر الحاجات اللي جايه على دماغي دلوقتي مثلا متعوده دايما، دي بتاعت عادل امام. كلنا عارفين معناها. ليه عارفين معناها؟ لان هي حاجه في الكالتشر، حاجه كلنا شفنا الفيلم او المسرحيه فاهمين المغزى من وراها. اوكي فدي من الحاجات مثلا اللي تبع الكالتشر. او مثلا شعبي بنستخدمه، او حاجه بنستخدمها مثلا في المشمش، اصل مش عارف ايه، حاجات ليها علاقه بالكالتشر بتاعنا. اوكي الحاجات دي هم كل بلد ليها الكالتشر بتاعها وليها الحاجات اللي بيستخدموها الريفرنسز، يعني الكالتشرال ريفرنسز او الحاجات اللي متعلقه بالكالتشر بنحطها بنحشرها في كلامنا كلنا كده. اوكي وكل بلد ليها الكالتشر بتاعها. لما توصل لمرحله انك تبقى فاهم هم قصدهم ايه، مش المعنى الحرفي، المعنى اللي ورا السطور. اوكي اللي هو المعنى الثقافي مش المعنى الحرفي، اللي هو ممكن يكون مختلف عن المعنى الترجمه الحرفيه اصلا. في الحاله دي اعرف ان انت بقيت فلوينت قصدي او نيتيف لايك، لان انت بقيت مش بس فاهم اللغه، انت فاهم الكالتشر، الثقافه نفسها. برضو نفس الشيء بالنسبه للنكت والكوميكس. يعني ليه؟ لان لو جبت واحد اجنبي وقلت له نكته بالعربي وترجمتها له حرفيا هو ممكن ما يضحكش، لان هو مش هيبقى فاهم الترجمه الحرفيه، لان اغلب النكت بيبقى فيها معنى تاني، بيبقى ليها معنى ورا المعنى الاصلي او الترجمه الحرفيه. لما تفهمها يبقى انت فاهم الثقافه، برضو ليها علاقه بثقافتهم. كتير منكم يجي يتفرج مثلا على مسلسل وفاهم الكلام الحرفي، يقول له بيقولوا ايه، يقول لي الكلام ويقول لي الجمله ويترجمها لي حرفيا، لكن ما بيضحكش. هم بيضحكوا وهو ما بيضحكش، المفروض انها نكته. ليه ما بيضحكش؟ لان انت مش فاهم المعنى الثقافي اللي ورا الكلام الحرفي. اوكي دي حاجة تانية، دي بقى ليها علاقة باحتكاكك باللغة الأصلية، الافريداي لانجوج، اللغة اليومية، مش اللغة اللي في الكتب. اوكي فعشان كده تعرف ان انت فلوينت لما تعرف ثقافتهم وتعرف طريقة الكوميدي بتاعتهم. اوكي دي لما تفهم الامثال،
اللي بيستخدموها، الامثال الشعبيه بتاعتهم او المقولات الشعبيه، لما ممكن يستخدموا مثلا جمله كوت من روايه مشهوره قوي عندهم في بلدهم، لو فهمت الكوت وعرفت دي عايده على ايه او معناها ايه، يبقى انت مطلع جدا على الثقافه بتاعتهم، فده معناه ان انت بقيت فلوينت. اوكي، دي من الاشهر الحاجات اللي تحسسك ان انت بقيت فلوينت في اللغه. اوكي، في حاجات تانية، في حوالي نقطتين 3 بس مش على بالي حاليا، دول اشهر النقط اللي هيعرفوك ان انت فعلا بقيت زي الاجانب. وطبعا يا جماعه حاولوا تتكلموا مع اجانب لو تقدروا. طيب موضوع الكلام مع الاجانب ده معلش انا هتكلم في الفيديو الجاي عليه لسبب، عشان بس محدش ياخد حاجه غلط. اوكي، وهقفل السلسله دي على كده، وهنبدا سلسله جديده على الفرق بين البريتش والامريكان اكسنت. ولكن خلينا الفيديو الجاي هجاوب بس على حاجه كده مهمه في موضوع الكلام مع الاجانب ده. اوكي، بس كده، اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي. باي باي.